أصل المزاين هذه المشاركة الأولى. تأسيس المنقية طال عمرك اشتريت يمكن من أحمد السعدون الهاملي 30 مصدرة بائرة. طبعا هو كان يشارك في مزاينات في سنوات سابقة، وكان ترتيبها الرابع الخامس، فوفقنا الله لك الحمد وشرانا 30. والله طبعا السنة الماضية كنا ناويين المشاركة وما كان الوقت ما سعفنا، فأجلناها للسنة هذه. فتغيرت الأشواط، فصار طلع شوط البداوة وتم دمج الأشواط 40 وال60 وال50. فشفنا أن الشوط هذا شوط جديد وراح يكون فيه حماس وعليه قابلية أكثر، والنادي ما طلع الشوط هذا إلا عنده تحت دراسات، والدراسات هذه أنها تنم عن الجماهيرية وعن الحماس صحيح. ممتاز. وهذه الأمور. طيب دخل تقريبا 10 فقط. دخل 10. نعم. و30 وزدنا المنقية وصلناها إلى 45. والله من السنة الماضية وحنا نجمع البلبل، فيه منقيات معروفة وفيه من ناس يعني لهم بصمة في المزاينات، وركزنا يعني على الدق أكثر. ركزت على الدق. نعم. والحلال الطيب اللي نلقاه نشتريه، سواء خليناه إنتاج أو زايننا فيه. والله المشاركة هذا الشوط هذا اللي بادي حماسه من الآن، لأنك ما تعرف مين المنافس لك إلى الآن. قد يكون وجه جديد، وقد يكون من الشوط 80 أو 60 أو 40 سابقا. والله حنا نقدم الحلال الطيب ونجتهد. ما لا أحد يقدر يقول مثلا يقرر مثلا حلاله، لا غير صحيح. أنا أشوف وجهة نظري أنا أن الشوط هذا راح يكون فيه حلال قوي وتنافس قوي. والله المشتريات عالية، تقريبا تجاوزت 10. والله ما نعودهم إلا بكل خير، ونتمنى لجميع المشاركين التوفيق. لا نتوفق أكثر منهم شوي. لكن والله للأمانة يا أبو محمد، إن مجرد إعلانك ودخولك في مزاين الملك عبد العزيز هذا بحد ذاته فوز. لا، في مركز أول، في ثاني، في ثالث، في رابع. اللي يحدد الشيء هذا اللجان. أنت ما تحدد، أنت تحضر حلال. أنا ما أتكلم عن اللجان، أنا نظرت أبو عبد العزيز وإيش توقعاتك لنفسك؟ ما في أي إلى الآن ما بان من اللي بيشارك في الشوط. أنا أعلنت تقريبا من شهرين. ما لقيت منافس؟ ما لقيت منافس، ما حد يدري من اللي بيشارك في الشوط. والله ما سمعت، كان عندك أنت. لكن حياهم الله، الشوط اللي ما فيه منافسة ما فيه حماس. منافسة للجميع. أنا ما من الأول للعاشر يعتبر منافسين لي. متحفظ يا أبو عبد العزيز؟ لا، ما هو عن تحفظ، لكن هذه ما حد يتنبأ الآن. يعني النادي مشكور فتح مجال للأجار. يمكن قبل دخول البوابة تتغير منقية مشتريات، فما حد يضمن الشيء ذا إلا يوم الدخول تقدر تعرف، أنت تعاين في حلالك وحلال الناس وتعرف وش مركزك. طيب أنت وش فين يفعل؟ أنا على حلال اللي أنا شريته الأول أحط قدام، ما أشتري ورا. لا والله احنا طموحنا ناخذ المراكز المتقدمة. مشارك ولا لا أنا ما منافس شرس؟ لا، منافس شرس طبعا. أكيد أن الصفراء شيء يعني ركيزة أساسية عندنا احنا يا مطير، ونعتز بهذا الشيء، ونوعد الجمهور بأن نحضر حلال إن شاء الله طيب، ويبقى ينافس على المراكز المتقدمة وبينومس ربعنا كلهم. ما في شك، والشكر موصول الشيخ فهد بن حثلين على جهوده يعني الملحوظة في 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 إتمام ما هو جديد في عالم الإبل، من ناحية الأشواط، من ناحية الأشداد، من ناحية النقاط. يعني أنا ما سمعت، يعني ما أدري هي قرار أو تحت الدراسة اللي هو وضع النقاط على شاشات وتم بيعه بطريقة يعني احترافية زي الأسهم. والمجال الإبل يعني أنصح كل مستثمر أنه يدخل مجال الإبل، لأنه واعد.
أقول مرحبا في اللي يبي ينزل من الأشواط إلى شوط ال40. مرحبا ومسهلا. والشيء هذا يشرفنا أن ننافس ناس لهم باع في المزاينات. خلنا نخلص الحين من ال40 وإن شاء الله الخير مقبل. يعني الحين خالصين من 40. لا قصدي مشاركتنا السنة هذه في ال40 وإن شاء الله السنة الجاية أن وعليك التوفيق ان شاء الله. الله يسلمك. في شيء بتضيفه في نهايه اللقاء؟ أشكرك يا أخ حامد على هذه الزيارة ومرحبا ومسهلا والله. وتشرفنا إن شاء الله في حفلنا. الله يطول عمرك. والوعد إن شاء الله في 15/12.